لا ما انا اتخنقت والله، فلازم ارد على كومنتات الناس اللي في الفيديوز اللي بتجو فايرال. فبصوا يا شباب، دلوقتي الاسامي بتاعت العضلات دي اللي هي بالانجلش انا لا بقولها عشان اصعبها عليكم ولا اي حاجه. بص يا باشا، لما اجي اقول لك العضله الموتره للفافه العريضه هتبقى مبسوط، تبقى فاهم كده. لما اقول لك العضله الرشيقه، الرشيقه كده انت حفظتها كده، عضله رشيقه اللي هي اسمها ايه بقى؟ جراسيلاس ماسل، اللي نزل عليها فيديوز عشان تتشرح دي كده، تمام كده. طب لما اجي اقول لك عضله متعدده الفلوح، انت كده تمام يعني، اللي هي المالتيفيدس. فيا جماعه اقسم بالله العضلات اللي اسمائها بالعربي اوقات بتكون اكثر صعوبه من العضلات اللي بالانجلش اصلا. يعني مثلا العضلات بتاعه الاماميات، المستقيمه الفخذيه، المتسعه الوحشيه، المتسعه الانسيه، المتسعه الوسطيه، اللي هو عضلات الفاسس ميدياليس وانترميديس ولاتراليس والفيمورس. فيا جماعه الواحد مش بيصعب على حد، ده بالعكس والله، دايما بسهل الموضوع وبسطها على الناس، سواء في الفيديوز اللي انتوا بتشوفوها على السوشيال ميديا او حتى في